السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناة كويزين سكينة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله في قناتي غادي نحضر معكم حلوة ديال ايام زمان، حلوة سهلة اقتصادية بدون زبدة، كتجي لذيذ بزاف بزاف. لا نطول عليكم غندوزو مباشرة للطريقة وايضا المقادير، فرجة ممتعة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما العادة أول حاجة إن شاء الله كنبداو بها وهي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقادير كما قلت لكم ساهلين: كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، جوج بيضات، كذلك هنا قبيزة ديال الملحة، واحد ساشي ديال الخميرة، واحد ساشي ديال الفاني، معلقة كبيرة ديال القشرة ديال البرتقال، وكذلك الدقيق حسب الخليط. حلوة سهل منها ما كاين. هنا ان شاء الله مباشره غادي نبداو. هنا كما شفتوا معايا وضعت هنا الملحه غير شويه، كذلك هنا جوج بيضات، كاس ديال الزيت، وكذلك ان شاء الله كنوضع هنا ساشي ديال الفاني، وكذلك هنا معلقه كبيره ديال القشره ديال الليمون. الا ما بغيتوش الليمون ديروا الحامض، ما بغيتوش الحامض ديروا اي نكهه بغيتو. هنا نص معلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، وصافي ان شاء الله غادي نخلط كلشي هكا بالفوي مزيان بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم الحلوه سهله بزاف وديال زمان، كتعطي صراحه كميه كبيره ما شاء الله. صراحه ما كتاخذش المقادير ولا التزيين، ولا يعني التزيين على حسب المستطاع وعلى حسب الاذواق. صافي ان شاء الله هنا من بعد ما خلطت كنضيف هنا كاس ديال الزيت المائده، وغادي نخلط ان شاء الله كلشي. غادي نخلط يعني بهذه الطريقه هذه. فهاد الحلوه هذه صراحه هكا في العشيه مع كويس ديال النعناع ولا القهوه حتى للضياف، صراحه والله العظيم اللي كتجي يعني هكا حلوه هماويه وكتجي زوينه وبسيطه بزاف. يعني البساطه هي كل شيء. صافي ان شاء الله غادي نحرك مزيان باش تندمج ليا هاد العناصر هادو ولا هاد المقادير، يعني الزيت مع البيض مع السنيده. ومن بعد ان شاء الله هنا غادي نضيف الدقيق اللي كيكون منخول ولا مغربل مسبقا. صافي ان شاء الله شوفوا معايا من بعد ما خلطت مزيان هنا مباشره ان شاء الله كنضيف الدقيق كما قلت لكم على حسب الخليط. يعني تقريبا خدا مني واحد 400 غرام بحال هكاك، واحد ساشي ديال خميره الحلويات، وغادي نخلط ان شاء الله الكل يعني بهذه الطريقه هذه. يعني الحلوه صراحه ما كتطلبش المقادير. كنظن بان المقادير ديالها اكيد غادي يكون ان شاء الله في جميع البيوت المغربيه، يعني البيض سنيده الزيت، يعني كاع هاد المقادير هادو كاينين. وصراحه هاد الحلوه هادي كانت زمان شحال هادي، وكانوا كيفندوها اما في السنيده ولا في الزنجلان ولا في كاوكاو. يعني الاذواق تختلف، وكانوا كيخرجوا منها هكا اشكال متعدده، الهلال هكا شكل طولي ولا دائري. صافي ان شاء الله هنا غادي نستمر في اضافه الدقيق يعني حتى كتجمع ليا هاد العجينه هذه. صراحه العجينه كتجي زوينه بزاف، رطبه بزاف، وفيها هاد النكهه هذه صراحه ديال الحمض وديال الليمون، يا سلام. صافي ان شاء الله الحلوه ديالتي ولا العجينه ديالتي كتكون هكا يعني متماسكه. شوف معايا يعني فاش كنشكل بها هكا كواري فهي كتشكل بكل سهوله. مباشره ان شاء الله غادي ندوزو هنا بالنسبه يعني التزيين. هنا عندي هنا كاوكاو اللي كيكون عندي مهرمش، بغيتو اللوز، بغيتو كاوكاو، اللي بغيتو الزنجلان، بغيتو سنيده، يعني كنعطيكم هكا افكار. وهنا عندي ابيض البيض اللي خديته طربته مع شويه ديال الماء، غير شويه ديال الماء، تقريبا واحد المعلقه كبيره، وشويه ديال الخل باش ما يبقى ليش هذيك الزفوره. صافي ان شاء الله كنطربو هكا مزيان، وغادي ناخد ان شاء الله العجينه ديالتي غادي نشكل بها ان شاء الله كريات اللي كيكونوا هكا بالحجم الصغير. صراحه انا درتهم هكا صغار يعني بزاف، وضاف الحجم ديالهم هكا في الفران بحكم حيت فيهم خميره وحده. صافي ان شاء الله غادي نشكل بهذا الشكل هذا، هذا القياس هذا ولا هذا العبار هذا. يعني غادي ندير واحد الكميه اللي كتكون لا باس بها. في هذا الاثناء انا عندي الفران كيكون مشعول مسبقا، يعني كنسخنو هكا باش نربح الوقت، يعني باش غادي نوجد لك الحلوه ديالتي ومباشره ان شاء الله كندخلها هكا الفران. صافي ان شاء الله غادي نستمر، غادي ندير واحد الكميه اللي كتكون لا باس بها. يعني من الاحسن ديروا هذه الطريقه هذه، كتكوروا العجينه ديالكم وكتغطيوها من بعد ان شاء الله عاد كتزينوا هكا وكتوضعوا هكا في اللاطه باش تجيكم هكا الخدمه سهله بزاف. صافي ان شاء الله انا غادي ندير هكا واحد الكميه، يعني تقريبا واحد نص ديال العجين. غادي نوضعها ان شاء الله بهذا الشكل. غادي نكور من بعد ان شاء الله غادي ناخذ الكره، كندير فقط الوجه يعني ما كنفندوهاش كامله، فقط هنا
يعني طاحت ليا كلها، ولكن كتاخدوا فقط الوجه ديال الحلوى، من بعد ان شاء الله كتمدوا هكا الوجه بكاوكاو، ومن بعد ان شاء الله كتاخدوا هكا شي معلقه كديروا واحد الثقب هكا في الوسط. بالنسبه لهذا الثقب هذا كيبقى اختياري، بغيتو تخليوها غير هكاك خليوها، ولكن انا بغيتها كنزينها من بعد ان شاء الله بالمربى، فلذلك وضعت هكا الثقب يعني بالمعلقه. شوف معي كنوضع هكا الثقب. فبالنسبه يعني واحد الملاحظه، فاش كديروا هكا الثقب كتدخلوا الحلوه ديالكم طيب في الفران، فدوز هكاك غير 2 دقائق، حلوا عليها الفران وعاودوا تقبوها، لان داك بحال الحلوه بحال اللي كتنفخ وما كيبانش فيها ديك التقبه. واش فهمتوني ولا لا؟ فلذلك يعني فاش كدوز هكاك 2 دقائق حلوها وعاودوا عاوتاني ديروا ديك الحفيره بالمعلقه باش تبقى لكم باينه. صافي ان شاء الله. شوف معايا الطريقه سهله، يعني غادي نتقب هكا الحلوه مزيان، والشكل ديالها صراحه كيجي زوين بزاف، وحتى المذاق ديالها بديك النكهه ديال الليمون والحامض صراحه جات لذيذه بزاف بزاف. صافي ان شاء الله غادي نستمر، يعني غادي نعاود ان شاء الله معكم، غادي نستمر هكا. الا بغيتو ديروا حتى شكل هلال كيجي حتى هو زوين بزاف، ومن بعد تزينوا هكا بالشكلاط. بغيتو شكل طولي يعني لكم الاختيار، ولكن انا بغيت هكا الشكل دائري اللي كتكون فيه هكا حفره في الوسط. صافي من بعد ان شاء الله غادي ندخلها الفران. من بعد ما دخلتها الفران تحمرت ليا، شوفوا معايا الشكل ديالها كيجي محمر من التحت وكذلك من الفوق، صراحه جات زوينه بزاف. غادي نخليها ان شاء الله حتى غادي تبرد هنا جانبا. من بعد ان شاء الله كندوزو هنا عندي المربى، كان عندي في المجمد عندي هنا 2 معالق كبار ديال المربى، وهنا عندي كذلك معلقه كبيره ديال الناباج، وكذلك معلقه صغيره ديال لا درت معلقه كبيره ديال الكليكوز ومعلقه صغيره ديال الناباج، غير ما عرفت هذاك الناباج ما تصور لياش، وكنخليهم فوق النار حتى كيغلى، وعاود كيغلى عاد كنطفي عليه النار. ومن بعد ان شاء الله كنوضع هكا في داك التقابل اللي وضعت في هاد التعليكه هذه، فهي ما كتذوبش، واخا تبقى هكا ما كتذوبش لان فيها الكليكوز وفيها الناباج. اما الا وضعته فقط غير المربى بوحدو فهو غادي يسيح ليكم من بعد، ولكن بهذا الكليكوز هذا والناباج كتخليه هكا كيتثبت. بغيتو ديروا الشكلاط ديروه، بغيتو تعمروه بشي حاجه اخرى عمروه، انا فقط كنعطيكم هكا افكار. انا بغيت هكا صراحه المربى جا صراحه زوين بزاف مع داك التواته مع المذاق ديال الليمون. صافي ان شاء الله غادي نستمر بهذا الشكل هذا، وغادي نقدم ان شاء الله الحلوه ديالتي بالصحه والراحه. بغيتو ديروا حتى خطوط ديال الشكلاط ديروها، لكم الاختيار فقط. يعني الاهم هي الوصفه عطيتها لكم، والتزيين كيبقى ليكم. صافي ان شاء الله هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. شوفوا معايا ما شاء الله صلاه على النبي، جات غزاله بزاف. ما تشبعوش منها صراحه. كنتمنى ربي ان شاء الله تجربوها، وكتعطي ما شاء الله كميه صراحه كبيره. كنقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.